السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بفيديو جديد. الفيديو الجديد تعلم النقاط، لكن هنا تعلم النقاط والخط المستقيم والمنحنيات، لكن باستخدام القم. حسب الدرس، حسب كتاب تعلم النقش الطبعة الثانية، هنا معنا طريقة تعلم النقاط. أخذنا اللي هنا أنواع النقاط، طريقة نقش النقاط بالفرشاة، طريقة نقش النقاط بالقم نفسها تشبه طريقة نقش النقاط بالفرشاة، اللي هي الضغط الخفيف. طريقة الضغط الخفيف، طبعا هذا الكتاب فيه هنا تمارين مموهة على أساس لما تمارسين النقاط فوق، وهذه تمارين، وهذه مجموعة من النقاط المرتبة وبأحجام مختلفة، وهذه مجموعة من النقاط العشوائية وبترتيب مختلف. معنا درس الخطوط، هذه تطبيق وصور على تطبيق النقاط. لو فرضا نحب نطبق هذه أو هذه أو هذه النقش الأسهل، نعتبر هذه بحكم نحن مبتدئات فما نعرف إلا النقاط والخطوط فقط. نطبق هذه النقشة، بس نتعرف أولا على الخطوط. هذا درس الخطوط وأنواع الخطوط، هذا أنواع الخطوط وكيفية نقش الخطوط وأين تنقش الخطوط. هنا تمارين، وهذه نقشة بسيطة على الخطوط. المطلوب هنا مموهة على أساس التطبيق، وهذه صورة يد فارغة لتطبيق هذه النقشة هنا، وهذه مجموعة من الصور الخاصة بالخطوط. أما المنحنيات فهنا مجموعة من التدريبات للمنحنيات. المنحنيات أكبر تطبيق للمنحنيات هو نقش السلاسل، هذا إن شاء الله هيكون درس لوحده، مجموعة معنا من السلاسل. الآن نعمل النقاط بالقم. طريقة عمل النقاط بالقم بهذا الشكل. معنا هذا القم مع الضغط الخفيف فقط هنا، يعني نتأكد إن في المادة اللي تنزل داخل القم، إذا مش موجودة تحت نضغط وننزلها من فوق. الضغط الخفيف وملامسة الجلد، هذا الشكل. هذه الآن نقطة صغيرة، نقطة أصغر. نحتاج نقطة كبيرة، نضغط أكثر، متوسطة، كبيرة. الخطوط بهذا الشكل. اتفقنا أنه ضروري رسم الخطوط أن تكون سريعات الضغط مع السحب. كلما كان الضغط أكبر كلما كان حجم الخط أكثر. المنحنيات نمارس على المادة رقم 6 بالإنجليزي، 9 بالإنجليزي، 3 حرف اس. إذا أتقنتن هذه الأشياء هتتقن سريع المد. الآن نعمل نقشة بسيطة بالنقاط باستخدام القم. لو فرضا نعمل بهذا الشكل المنحنيات، بسيطة كتمرين.